السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي النهاردة عبارة عن قاعدة مهمة قوي، هتغير لك حياتك لو طبقتها في معاملاتك، ولو كمربي هتغير تعاملاتك مع أطفالك تماما. القاعدة اللي معانا النهاردة اسمها قاعدة مرن، مقتبساها من كتاب ابنك على ما تربيه للدكتور إيهاب ماجد. يلا بينا نبدأ. القاعدة بتقول إن م زائد ر بتساوي ن، باعتبار إن م هو الموقف، والراء رد الفعل، والنون النتيجة. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان رد فعلنا على الموقف هو اللي بيحدد النتيجة. مثال: اب دخل على بنته الأوضة وهي عندها امتحان بكرة، بصلها باستهزاء وقال لها بتعملي ايه؟ انتي فاشلة، ما اللي ذاكر ذاكر خلاص. وطلع البنت اتغاظت وقررت تذاكر بكل قوتها عشان تثبت له انها مش فاشلة، وفعلا نجحت واثبتت لنفسها ولباباها انها ناجحة. في مشهد تاني، اب دخل على بنته الأوضة وهي عندها امتحان بكرة، بصلها باستهزاء وقال لها بتعملي ايه؟ انتي فاشلة، ما اللي ذاكر ذاكر خلاص. وطلع البنت انصدمت من كلام باباها وانهارت من العياط ودخلت نامت وقالت فعلا انا فاشلة، ودخلت الامتحان وسقطت. موقف الاب واحد في المشهدين، لكن رد فعل الابنة المختلف هو اللي حدد النتيجة الإيجابية في المشهد الأول والسلبية في المشهد التاني. مثال تاني: لو انتي قاعدة مع صاحبتك في مطعم وصاحبتك مسكت ازازة الكاتشب بتحاول تطلع منه، مش بيطلع، وفجأة طلع بس في وشك، هتقولك اسفة معلش وتفضل تعتذر وهي في موقف محرج. انتي هتقولي لها ولا يهمك وتقولي لها ساعديني بس نمسحه، وخلصت على كده. اعتذرت وقبلت الاعتذار، واصبح الموقف من الذكريات المضحكة اللي كل ما تفتكروها تفضلوا تضحكوا. وفي مشهد تاني، قاعدة مع ابنك اللي عنده 5 سنين في المطعم، وتكرر نفس الموقف وخرج الكاتشب في وشك. اول حاجة هتضربيه على وشه وتقوليله انت غبي، ها، والنتيجة بكاء ونكد وإهانة ومشاعر سلبية ابنك مش هينساها طول حياته، وذكرى سيئة. الموقف واحد في مشهدين، رد الفعل المختلف عمل نتيجة مختلفة. ذكرى سعيدة ومضحكة في المشهد الأول، وذكرى سيئة في المشهد التاني. واللي بيأكد ان رد فعلنا على الموقف هو اللي بيحدد النتيجة. في المثال الأول نجاح وفشل البنت، وفي المثال التاني حزن وسعادة الطفل والصديقة رغم ان الموقف واحد. ولو كان الموقف نفسه هو اللي بيحدد النتيجة كنا لقينا النتائج ثابتة في كل المواقف السابقة. وتأكيدا للفكرة، هتعملي ايه لو ابنك كسر زجاج النيش وهو بيلعب كورة في البيت رغم انك حذرتيه كذا مرة انه ما يلعبش كورة في البيت؟ رد فعلك على ده هيكون ازاي لو كان يومك مضغوط جدا ومرهقة؟ وهيكون ازاي لو ازاز النيش ده رخيص جدا ب5 جنيه مثلا؟ وهيكون ازاي لو لسه اخده مكافأة مالية كبيرة جدا؟ وهيكون ازاي لو الازاز ده عور ابنك تعويرة جامدة قوي؟ الموقف واحد، الزجاج مكسور، ولكن كل نتيجة هتكون مختلفة حسب حالتك المزاجية ورد فعلك طبعا. وفي النهاية أحب أقول إننا نقدر نغير نمط حياتنا ونصنع السعادة بنفسنا وذكرياتنا الجميلة مع اللي بنحبهم وأولادنا، لو طبقنا القاعدة ديت، ولو عرفنا إننا اللي بنصنع النتائج مش المواقف هي اللي بتصنعها، بشيء من التمهل والصبر والاجتهاد. وبكده نكون وصلنا لنهاية رسالتنا النهاردة. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.